مروحة المطبخ اختراع فاشل، اوعي تشتريها. وده كان رأيي زمان قبل ما الحر ما يبقى في مصر زي دول الخليج. المروحة العادية للأسف كنت كل ما اشغلها عز الدين يجري عليها عشان يقفلها، وكمان المطبخ عندي مساحته صغيرة، فالموضوع ده كان مضايقني جدا لحد ما جبت الاختراع اللي هون عليا حر المطبخ حرفيا. ده كفاية بقى وانا حطاها كده فوق دماغي والهوا كده داخل في قفايا. جماعة حرفيا هي هونت عليا وقفة المطبخ والطبخ وغسيل المواعين اللي ما بيخلصش. فيها بقى الفتحة دي كمان كده علشان نعلقها على مسمار او على هوك في اي مكان. المروحه القاعده بتاعتها عباره عن مشبك قوي جدا، وده بيساعدني بقى ان انا احطها في اي مكان. انا طول الوقت حطاها كده قدامي وانا بغسل المواعين. شايفين قوه الهواء بيطير الهدوم ازاي؟ الزرار ده بقى بقدر اتحكم فيها لو عايزاها تلف او عايزاها تثبت في مكانها. المروحه حجمها صغير وخفيفه، مش هتاخد مكان على الرخامه. انا كنت سالت عليها اول الصيف من 3 شهور تقريبا كده، ما كانتش موجوده تماما في السوق. الحمد لله لقيتها عند سويت هوم. انا حرفيا اتصدمت من السعر. عايزه اقول لكم ان سعرها ارخص من سعر بنطلون جينز بنشتريه. الصراحه مع الحر بتاع الايام دي انا ما كنتش هقدر اقف في المطبخ ابدا. فتحيه كبيره قوي للي اخترع المروحه دي.